قررت اثبت ايد واعيش يوم كامل بايد واحده. اول ما فكرت في الموضوع قلت انها حاجه سهله، لكن عايزك تجيب برطمان عسل كده او اي حاجه وجرب تفتحه بايد واحده. اخترت الايد الشمال هي اللي اثبتها واعيش اليوم كامل بالايد اليمين. وعايز اقولك ان الفيديو بالنسبه لي كله صدمات. لما فكرت اغسل ايدي ووشي حتى الحاجه البسيطه دي عملتها بصعوبه، وحسيت بفرق كبير وانا بغسل بايد واحده. ولما قعدت علشان افطر دخلت في تحدي جديد، ازاي اقطع العيش علشان اعرف اكل. ده غير تجهيزه اللي كان حوار تاني. كل حاجة بتاخد وقت كبير قوي وبتبقى صعبة جدا. يا اخي حتى الموبايل اللي ماسكينه 24 ساعة التعامل معاه بايد واحدة صعب، والموضوع مش مبالغة. مش بقول كده علشان ابهرك بالفكره، جرب انت كمان وحط ايدك في جيبك واقعد لمده ساعه ما تستخدمش غير ايد واحده علشان تعرف قد ايه الموضوع صعب. وحقيقي من اصعب الحاجات اللي فيها معاناة كبيرة قوي هي اللبس. علشان تلبس بنطلون او قميص موضوع وقصة تانية خالص، وبالذات الشراب. حاول تجرب كده تلبس شراب بايد واحدة، وطبعا استحالة تعرف تربط الكوتشي. حاولت بكل الطرق، مستحيل. اللي ربنا حرمه من النعمة دي واخد منه ايد، الشخص ده بيحاول يتأقلم مع مرور الوقت، فربنا يصبره. لكن في حاجات صعبه وهتفضل صعبه. حاجة زي الشغل على الكمبيوتر. فكرت مثلا اقعد اجرب امنتج فيديو بايد واحدة. للي مش عارف ايه المشكلة في كده هقولك. مثلا في حاجات علشان تعملها لازم تدوس على زرار الماوس وتدوس على زرار في الكيبورد مع بعض، وده استحالة تعرف تعمله بايد واحدة. حاجات اتقفلت عليا وبقى صعب اعملها. مكعب روبيك في العادي بحله في دقيقة ونص، علشان احله بايد واحدة لقيته هياخد وقت كبير جدا. وطبعا دي مش حاجة مهمة، بس بعرفك الفرق في الوقت في انجاز المهام واصل لفين. كنت بحاول اجرب حاجات كتير واشوف هقدر اعملها بايد واحده ولا لا. جربت اقرا شويه في كتاب، وحقيقي لو الكتاب مش صغير وبيثبت وهو مفتوح القراءه هتبقى صعبه. هتقرا بس بصعوبه. تقشير الموزه بايد واحده صعب جدا يا جماعه. الطبيعي يا اما هتحطها على حاجه وتقشرها، يا اما هتقشرها باسنانك. واي حاجه محتاجه ايد تانية لازم استخدم اسناني علشان اعرف امسكها واثبتها. وفي تجربة أكل الشيبسي فتحت الكيس بإيدي واسناني، لكن لو مش حطيت الكيس على حاجة مش هعرف آكل. يعني لو واقف أو ماشي حقيقي معاناة علشان أمسك الكيس وآكل في نفس الوقت. حاجات كتير متعودين عليها مش واخدين بالنا قد ايه هي حاجات كبيرة قوي ومهمة، لدرجة ان حياتك هتتشقلب لو راحت منك. انا من النوع اللي بحب العب بلاي ستيشن، بس هنا الموضوع مش نافع. حاولت ومعرفتش. خلاص مش مهم اللعب، خلينا في الرياضة. الجيم مثلا تمارين كتير مش هينفع اعملها، وتدريبات مهمة على اجهزة كتيرة هتبقى صعبة جدا. وفي تجربتي للجيم لقيت ان في تمارين كتير مش هينفع اعملها، وتدريبات مهمة على اجهزة كتير هتبقى صعبة جدا. وحتى لو اتمرنت بايد واحدة فده طبيعي هيأثر في جانب واحد من الجسم. المهم ان تجربة الجيم بايد واحدة اقتصرت على تمارين بسيطة وبرضه بصعوبة. انا هحاول اسحبها من هنا بس مش تسحب. كنت عايز اجرب الصلاة بايد واحدة، بس طبعا الموضوع حرام. فكرت ان انا لو حبيت اقص ضوافري هعملها ازاي؟ اكيد طبعا مستحيل، وهنا لازم حد يساعدني. وهي دي اسوأ حاجة في الموضوع، انك تحس بالعجز. حاجة من ضمن الصعوبات اللي واجهتني ان اشيل كذا حاجة مع بعض، بالذات لو كانوا علم، فهتضطر تشيلهم على كذا مرة، فالموضوع هياخد وقت ومجهود اكبر. بص بقى كده لدراعك يساوي كام؟ طبعا ولا كنوز الدنيا، علشان تعرف انك عندك نعم لا تقدر بثمن. جربت السباحة بإيد واحدة، وعايز أقولك إن الإحساس اللي حسيته في التجربة دي مش هعرف أعبر عنه بأي كلام. في محاولة العوم بإيد واحدة عرفت أتحرك في المية، بس الموضوع متعب ومجهد جدا، وطبعا غير فقد التوازن في المية. وكمان الغريب إن إيدي اللي مثبتها تعبتني جدا، وحصل فيها زي شد عضل من ناحية الكتف. موضوع مرهق صح؟ اما بالنسبه لبرطمان العسل فحاولت كتير صراحه ومعرفتش افتحه. للاسف معرفتش افتح البرطمان
بايد واحده. وزي ما قلت في حاجات استحالة تعرف تعملها بإيد واحدة. حسبي الله ونعم الوكيل. وفي النهايه دي كانت تجربه لجزء بسيط من قيمه نعمه من النعم اللي ربنا انعم علينا بيها، وانا مش هقول غير حاجه واحده بس، الحمد لله. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. سلام.